تردد، تاخدي فتره طويله عبال ما تحسمي امرك من حاجه، ولا تحسمي على طول، ولا التفكير دايما بيسبق؟ يعني فهميني، قربيني كده من دره. انت عارفه الجدي كويس. انا عارفاه طبعا. وعارفه الجدي بتاع دره كمان. ايوه بالاضافه بالظبط يعني. كده، بس هم ما يعرفوش. هم ما يعرفوش. لا انا متردده معظم الوقت. بس ساعات انا في كونتراست يعني فظيع يعني. يا بتردد قوي يعني، بفضل متردده في حاجات انا ما عرفتش اخد فيها قرار، وحتى لما خدت رجعت تاني غيرت رايي وبفضل كده مغيره رايي فيها مدى الحياه يعني، ما حسمتش امري فيها. يا اما بقى بحسم على طول، يعني في حاجات خلاص انا عارفه هو ده يعني، فاهمه الحاجات اللي بحسم فيها على طول دي برتاح جدا، ما بتندميش خالص فيها، ما تحسيش انك انت اتسرعتي مثلا ولا بصي حاجه. طالما حسمت وقررت بسرعه ما بندمش. يعني معظم الوقت الحاجات اللي بندم لما ببقى متردده شويه في قراري، وبفضل بقى ما بين ولا. فحتى لما بقول ممكن اميل للا او اقول لا وبعدين ارجع اندم، لا يا ريتني. ده طالما ترددت. بس طالما خدت قرار على طول، وده بيبقى قليل بس معظم الوقت يعني ما بندمش عليه. طيب انت كمان متحفظ ولا بتثقي في الناس بسرعه؟ لا انا بمشي شويه باحساسي في الموضوع ده. يعني ممكن اكون معظم الوقت متحفظه شويه، بس اجتماعيه جدا في نفس الوقت، وبحب الناس يعني. بس ليا العالم بتاعي برضو. بس لو الناس هتبقى، لو ما بقتش استحمل قوي الطاقه السلبيه، او لو حد انا حاسه انه مش حاببني، بحس يعني بيجي لي كده يعني اشارات هاجس فما برتاحش. لو مش مرتاحه خلاص يعني. بتعرفي يعني بتقدري تعرفي الناس من قبل، يعني بيبقى عندك اختيار. انت عارفه دي موهبه، انه الناس تقدر، او في شخص مثلا يقدر يحس البشر قبل ما يتعامل معاهم. عاده الصدمه بتيجي بعد التعامل مش قبل التعامل، فانت عندك الجزئيه دي انك انت تحسي الشخص شويه قبل ما تتعاملي معاه، فيبقى عندك الاختيار انك انت لا. انا دايما انا ما بحكمش قبل ما اتعامل معاه ابدا عن اي شخص. يعني دايما التعامل هو اللي بيخليني اقيم الشخص ده. عمري ما بحكم حكم وكمان بدي فرصه واثنين يعني مش من اول مره. ممكن تقابلي شخص مره ويبقى هو مش في احسن حالاته، انا ولا انت ولا اي حد. ممكن النهارده مش في المود، انا ما اعرفش ظروفه انت بتعذري، فانا بعذر كويس مره. بس لو كل مره بقى انت غلس فخلاص انت غلس، جاي بنفس الوش. لا انت كل مره بتديني الوش ده ان انت بقى يعني ما فيش فيك حل. وكمان يعني بحاول اكسر ساعات، اقول يمكن هي ساعات ببقى عارفه ان حد مش حاببني قوي عشان هو مثلا حد قال له حاجه او واخد فكره، فبحاول اكسر ده وابقى انا اللطيفه وانا فخلاص انا لطيفه. انت مصره بقى يبقى انت مصر. انت يعني لقيتي ناس مكونين عنك انطباع خاطئ طبعا جدا. ده انا معظم الناس اللي بيعرفوني ايه بقى الانطباع الخاطئ؟ ايه ده ما كناش متخيلينك كده. كنا واخدين انطباع، طبعا مش كل الناس بس يعني في ناس معينه بتقولي كده ساعات. تمام. ايه دايما